عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح وأمسى 7 مرات: اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني تقيل القرآن عليك، العبادة ما فيهاش همة، صدرك ما فيهوش إقبال على الله، ضعفت، قهرت قهر حجاب، اقهر حجابك بقهر الحب. بالليل تصلي 2 ركعتين لله، الأولى تقرأ الفاتحة واقرأ باسم ربك الذي خلق، والثانية تقرأ الفاتحة وسورة القدر. من أراد أن يسلم من أذى الظاهر فعليه بسورة اقرأ، ومن أراد أن يسلم من أذى الباطن فعليه بإنا أنزلناه في ليلة القدر. طب ازاي؟ قال لك في سورة اقرأ فيها أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أهو الشيطان أنا نهيني عن الصلاة، معكسك عن إنك تصلي كده وقلبك يشوف النور. حط ده عدو قدامك واشتغل عليه، وقول كده في الصلاة، قل للعدو ده: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. استدعيت له قوة ربنا تقهر عنك. وطب التحدي المعركة اشتغلت، هيحصل قال كلا لئن لم ينتهي إذا ما اسكتش عن أذايا لنسفعا بالناصية. ده هو الشر. فليدعو ناديه، يروح يجيب شياطينه. سندعو زبانية. يلا خلاص المعركة انتهت. كلا لا تطيعه واسجد واقترب. وتيجي ساجد عند هذه السجدة ولا الشيطان بعد عنك. طب وأذى الباطن: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة. يبقى طردنا الشياطين بالركعة الأولانية، أعطيناهم على قفاهم. في الركعة الثانية تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. تعيش في دائرة السلام، تعيش في جنة الجنة. ممكن الخوف ده ما يكونش سحر ولا شر، يكون فوبيا الخوف على أولادي. ده أكبر حجاب على فكرة. يعني ما نخافش على العيال، خاف عليه، بس خاف عليهم ازاي وانت رب ولا أب؟ خلاص خليك في حالك انت وهم على الله. ما دام فيها رب نرفع القضية كل يوم للملك. ولذلك بقى نرجع للتسبيحة: سبحان من ملك فقهر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. من دول؟ كل حاجة وحشة، الشيطان والساحر والحاسد وجار السوء وساعة السوء وشياطين نفسي ووساوس صدري. ده انا مش هشتغل بيه على برايا، ده انا هشتغل بيه على جوايا.